كن مع الله. كن مع الله. كن مع الله. برنامج يعده ويقدم الشيخ خالد مصطفى الصعيد. لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، والعاقبة للمتقين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبابي في الله، أرجو لي ولكم الجنة بإذن الله. أحبكم في الله. أتكلم معكم في هذا اللقاء، ألا وهو اللقاء الثالث، عن صوام خواص الخواص، ألا وهو أن تنقي قلبك مما سوى الله سبحانه وتعالى، ألا تتعامل إلا لوجه الله، ألا تتكلم إلا لله، ألا تقوم إلا لله، ألا تجلس إلا لله. والقلب يقول في شأنه النبي صلى الله عليه وسلم: ما من قلب من قلوب بني آدم إلا بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيفما يشاء. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا ربه وقال: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فالنبي صلى الله عليه وسلم الموصوف بالكمال، المنزه عن النقص، المبرأ من العيب، المعصوم من الذنب، الذي تفتح له أبواب الجنان، يدعو ربه سائلا بأن يثبت قلبه على دين الله سبحانه وتعالى، ألا وهو دين الإسلام، الدين الذي ارتضاه الله لنفسه دينا: ورضيت لكم الإسلام دينا. ودعا ربه أيضا وقال: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك، لأن الهادي لك هو الله سبحانه وتعالى، والمثبت لك هو الله سبحانه وتعالى، والحافظ لك هو الله سبحانه وتعالى. ولذا نقرأ في سورة الفاتحة في كل صلاة: إياك نعبد وإياك نستعين. الاستعانة جاءت بعد العبادة، لأنك لن تعبد الله سبحانه وتعالى إلا بعون من الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا ربه وقال: واسلل سخيمة قلبي، أي ينزع الغل والحقد والحسد من قلبي. إذا لا بد أن ننقي قلوبنا من الغل والحقد والحسد والبغضاء والشحناء وقسوة القلوب. ففي وصف قلوب أهل الجنة: ونزعنا ما في صدورهم من غل. فالجنة طيبة لا يدخلها إلا الطيبون، والله طيب لا يقبل إلا طيبا. فلا بد أن تصون قلبك عن الشوائب وعن أمراضه: مرض الشك ومرض الشهوة. ومرض الشك مرض صعب، لأنه يجعلك والعياذ بالله غير مؤمن إيمانا جازما، إيمانا قويا ثابتا. فإن شككت في الإسلام أو في الإيمان، أو شككت في رب العالمين، أو شككت في النبي صلى الله عليه وسلم، أو في القرآن أو في السنة، هذا دليل على عدم الإيمان. لأن رب العالمين حينما زكى المؤمن قال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. وقال تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، لم يشكوا. فالإيمان لا بد أن يكون إيمانا